هولندا واليابان عطاونا ماتش شاعل 2-2 واهداف حتى لاخر الدقائق. الماتش بدا مغلق شويه ولكن ما كانش بارد. هولندا داخله بالثقل ديال فان دايك، فرينكي دي يونغ وغرافنبرغ، واليابان مقابلها بتنظيم كبير وسرعه ديال كوبو وناكامورا. الشوط الاول سال بلا اهداف ولكن في الشوط الثاني بدا كل شيء. في الدقيقه 51 هولندا ضربات هي الاولى، فيرجيل فان دايك طلع فوق الجميع ومن تمريره ديال رايان غرافنبرغ ضربها بالراس وسجل 1-0 للطواحين. ولكن اليابان ما طاحتش المعنويات تاعها غير من بعد 6 دقائق. في الدقيقه 57 كيتو ناكامورا رجع الساموراي للماتش. هدف خلى اليابان تدخل من جديد وخلاو الهولنديين يحسوا باللي هذا الخصم ما غاديش يستسلم بسهوله. ومن بعد هولندا رجعت تفرض راسها. في الدقيقه 64 كريستنيسيو سامرفيل سجل الهدف لهولندا ومن جديد الصناعه جات من رايان غرافنبرغ. يعني غرافنبرغ كان حاضر في الجوج اهداف ديال هولندا وكان واحد من مفاتيح الماتش. هنا قلنا صافي هولندا غادي تسير الماتش وغادي تخرج بثلاثه نقاط. ولكن اليابان عندها عقليه خطيره ما كتوقفش حتى للصافره الاخيره. في الدقيقه 89 من كورنر ديال جونيا ايتو الكره وصلت وسط الحزام ودايتشي كامادا دارها في الشبكه واليابان رجعت النتيجه ل2-2. ماتش كبير وايقاع كبير ورساله واضحه من الجوج. هولندا عندها الجوده والاسماء ولكن خاصها تصلح التركيز في اخر دقائق. واليابان تبتات باللي ماشي منتخب اللي تلعب معاه مرتاح، منظمين صبورين وكيامنوا بالرجوع حتى لاخر نفس. ومجموعه تونس دابا ولات سخونه من الاول، حيث الى هولندا واليابان تقاسموا النقاط بهذه الطريقه، تونس والسويد غادي يعرفوا باللي كل نقطه في هذه المجموعه عندها ثمن كبير.